طلابنا طلاب تانية اعدادي على اليوتيوب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد عادل، مكملين في فيديوهات حل كتاب المعاصر، ومكملين النهارده فيديو جديد على كتاب المعاصر ليسون 3 و4. فبسم الله كده نبدا نحل على ليسون 3 ومعانا في صفحه 34. فيلا بينا نبدا كده ونشوف اول سؤال، ونشوف الاسئله الكلمات الاول. اول سؤال بيقول ايه؟ Gen Z and Gen Alpha have many things نقط such as their love for technology. عايز اقول لك ان الجنريشن ده والجنريشن ده اللي هو ذي والفا عندهم نفس الحاجه او نفس الحاجه المشتركه، يبقى have many things in ايه؟ in common. رقم ب هي الاجابه الصح، يعني لديهم نفس الاشياء المشتركه بينهم. سؤال 2 بيقول football and music، الموسيقى والكرة القدم are common نقط among people. عايز اقول لك ان هي اهتمامات بين الناس. common يعني ايه؟ يعني شائعة بين الناس. طيب اهتمامات يعني tools ادوات، ولا works اعمال، ولا subjects مواد او مواضيع، ولا interest؟ الانترست الاخيرة بمعنى اهتمامات. 3 بيقول social media helps people نقط with friends. عايز اقول لك السوشيال ميديا بتساعد الناس ان هم يتصلوا ويترابطوا مع اصدقائهم. زي ما قلت لك ان كونكت بتاخد حرف جر اسمه with، يبقى كونكت with. رقم ب الاجابه الصح. although they are twins، بالرغم ان هم توينز او توأم، their personality are very نقط. عايز اقول لك ان البيرسوناليتي بتاعتهم او الشخصيه بتاعتهم بعيده عن بعض او مختلفه عن بعض. يعني ايه بعيده عن بعض او مختلفه عن بعض؟ far apart. رقم ايه؟ ديجيتال يعني رقمي، common يعني شائع، وتوجذر يعني معا. فولا واحده من دول هتنفع غير far apart. I use my نقط to call my friends. انا بستخدم ايه علشان اكلم اصحابي؟ الماوس، ولا البرينتر الطبعه، ولا الكيبورد، ولا سمارت فون؟ سمارت فون. Gen Z نقط people born between 1997 to 2012. يبقى الجنريشن زي ده عايز اقول لك يعني بيتضمن او بيشمل الناس اللي اتولدوا من 1997 لحد 2012. يشمل او يتضمن يعني ايه؟ يعني includes. رقم ايه هي الصح؟ both Gen Z and Gen Alpha are growing up in a نقط world. عايز اقول لك ان هم بينمو او بيترعرعوا ويتربوا في ايه؟ في عالم رقمي، يبقى ديجيتال ايه؟ ديجيتال وورلد مليان بالتكنولوجيا. traditional تقليدي، normal عادي، وancient يعني قديم. popular digital نقط among digital generations are short videos and memes. عايز اقول لك الترندات اللي بين الاجيال دي تعتبر ايه؟ شورت فيديوز، فيديوهات قصيره، وميمز اللي هي الصور الساخره اللي بتضحك. بوكس يعني كتب، نيوز بيبرز يعني الجرايد، نوفلز يعني روايات، وترندز هي الاجابه الصحيحه اللي هي الترندات. he follows all the latest fashion trends on. هو بيتبع كل حاجات الموضه الاخيره او الحديثه على ايه؟ على السوشيال ميديا، يبقى on social media. The teacher used a video to help the students نقط the difficult lesson. علشان هو استخدم التيتشر او المدرس استخدم فيديو علشان يخلي الطلبه يفهموه او يفهموا الدرس الصعب. play يعني يلعب، ولا understand يفهم؟ understand يفهمه. use يستخدم، وmake يعني يعمل. sports can نقط people from different countries. عايز اقول لك ان الرياضه ممكن توحد الناس من جميع الدول. يوحد يعني ايوه unite. رقم ب. people of all نقط enjoy reading stories. عايز اقول لك ان كل الناس او ناس كتير من اعمار مختلفه بيستمتعوا بقراءه الايه؟ بقراءه القصص. جيمز العاب، ولا ابس ابلكيشنز اللي هي التطبيقات، ولا الترندز، ولا الايجز؟ ايجز يعني اعمار. to not means to join or link with someone or something. ان انت تعتبر ايه؟ يعتبر ان انت يعني بتتصل وتترابط مع شخص، يبقى ايه؟ connect. رقم ايه؟ disconnect عكسها support يساند او يدعم، وشير يعني يشارك. نقط means being in distant places. distant places يعني اماكن بعيده. open يفتح، close يقفل او قريب. الحمد لله. apart يعني جزء، ولا far apart؟ far apart يعني بعيدا جدا. on weekends children usually نقط fun when they play games together. عايز اقول لك ان الاطفال بيستمتعوا. يستمتع يعني have fun، يبقى رقم ب هي الصح. they care نقط the environment and being kind to others. care بتاخد حرف جر ايه؟ بتاخد حرف جر about. care about، يبقى هو بيهتم او بيهتموا بالايه؟ بالenvironment اللي هي البيئه، وبيكونوا kind to others يعني عطوفين او طيبين مع الاخرين.
نشوف بعد كده exercise على lesson 3. هيكون صفحة كام؟ صفحة 36. Even though young people have different ages، بالرغم ان الناس عندهم different ages يعني اعمار مختلفة، they have many things، عندهم اشياء كتير ايه in common، يعني ايه مشتركة بينهم. the price السعر، نقط a smartphone a charger and headphone. السعر عايز اقول لك بيشمل سمارت فون الموبايل والهيدفون السماعات والتشارجر الشاحن، يبقى ايه includes يعني يشمل او يتضمن. all people in the نقط world use the latest technology. عايز اقول لك في الايه في العالم الرقمي كل الناس بتستخدم التكنولوجيا الحديثه، يبقى ايه digital world. traditional تقليدي، manual يعني manual يدوي، واncient يعني قديم. we succeeded in the project when we worked نقط as a team. احنا نجحنا في المشروع لما اشتغلنا سوا كايه كفريق، سوا يعني او معا يعني together. they are not their tablets to chat with friends. هما كلهم بيستخدموا التابلت علشان يدردشوا مع اصحابهم. خدت بالك من are، وانا زي ما قلت لك او زي ما قلنا في البريزنت continuous am او is او are زائد ing، ده مضارع ايه مستمر. uses مش هتنفع، وused مش هتنفع، وuse مش هتنفع. انهي واحده اللي هتنفع؟ الفعل اللي فيه ing. they are using يعني بيستخدموا دلوقتي. what not they doing today؟ subject they. طيب they في المضارع المستمر في السؤال بتاخد ايه؟ بتاخد am ولا is ولا are؟ ايوه بتاخد are، يبقى what are they doing، والفعل في الاي ان جي. السؤال اللي بعد كده سؤال كومبليت. جين ذي اللي هو الجنريشن ذي، سمارت فونز اللي هي الموبايلات، كونكت يعني يتصل او يتواصل، كومن يعني مشترك، وديجيتال يعني رقمي. although Gen Z is older than Gen Alpha، بالرغم ان Gen Z اكبر من Generation Alpha، they have many things in، زي ما اتفقنا اسمها in common، عندهم حاجات مشتركة. they both live in a not world، الاتنين بيعيشوا في عالم ايه؟ عالم ديجيتال، يبقى دي رقم 1 ودي رقم 2 ديجيتال. they use نقط tablets and computers، بيستخدموا السمارت فون، يبقى هنا سمارت phones. to play games and نقط with their friends، وعلشان يتواصلوا او يتصلوا او يترابطوا مع اصحابهم، يبقى رقم 4 هتبقى connect with، يبقى جين زي هي اللي ما خدناهاش. نيجي لسؤال القطع او الباسج. سلمى is 16، سلمى عندها 16 سنة. so she is from Gen Z، يبقى هي كده من generation ايه؟ Z. her cousin علي ابن عمها علي is 10، عنده 10 سنين. so he is from Gen Alpha، يبقى علي من generation Alpha، وسلمى عندها 16 من generation ايه؟ Z. although there is an age difference، بالرغم ان في اختلاف في العمر، there is a bridge between the generations، في جسر ما بين الاجيال. they love modern technology، سلمى بيحبوا هم التكنولوجيا الحديثة. سلمى teaches علي how to make videos، سلمى علمت علي ازاي يعمل فيديوهات. and علي shows سلمى the latest trends on social media، وعلي وراها الترندات الأخيرة الحديثة اللي موجودة على ايه؟ على السوشيال ميديا. they use their smartphones to play online games together، بيستخدموا الموبايلات علشان يلعبوا ألعاب اونلاين مع ايه؟ مع بعض. even though they live in different cities، بالرغم من ان هم عايشين في مدن مختلفة، their parents are happy to see them connect and share their interest. باباهم ومامتهم فرحانين ان هم بعيد عن بعض وساكنين بعيد عن بعض، ولكن قريبين وبيقدروا يتواصلوا ويترابطوا مع بعض بواسطة الايه؟ الانترنت. they believe that this digital bridge helps them understand the world better. they دي هم عايدة على مين؟ عايدة على البيرنتس. البيرنتس بيقولوا ان هم ان that this digital bridge helps them understand the world better، بيخليهم يفهموا العالم بشكل افضل. اول سؤال معانا، علي and سلمى are brother and sister ولا friends ولا cousins؟ لا هم يعتبروا cousins ولاد عم. the underlined word bridge هنا away means away to نقط، to connect ولا play ولا travel ولا read؟ ان انت تقرا؟ لا. travel تسافر ولا play تلعب ولا connect؟ الجسر ده بيربط بين جيل وجيل، فبيخليهم مترابطين يعرفوا يتواصلوا مع بعض او يتصلوا ببعض، يبقى connect. what is the main idea of the text؟ ايه الايديا او الفكره الرئيسيه بتاعت التكست؟ اقول لك مثلا Gen Z
and alpha generation Z والفا have things in common. في أشياء أو حاجات مشتركة بينهم. things in common. What does the underlined pronoun they refers to? refer to mean parents. How does Salma and Ali help each other with technology? زي ما اتفقنا ان سلمى taught يعني علمت علي ايه how to make short videos. Why are their parents happy؟ وبرضه ممكن تكتب ان سلمى علمت علي او علي ورى سلمى الليتست ترندز on السوشيال ميديا، وراها الترندات الاخيره على السوشيال ميديا. Why are their parents happy؟ ليه كان بابا وماما بتوعهم فرحانين؟ ليه بقى؟ They are happy to see them connect. عشان ايه؟ شافوهم ان هم مترابطين مع بعض. As او because علي and سلمى are connected. يعني الاتنين متصلين ببعض. and share the same interest. وبيشاركوا نفس الايه؟ او have things in common. ليهم نفس الايه؟ الحاجات مع بعض. هنا اسئله الجرامر they watch a video on YouTube now هنا دلت على المضارع المستمر، يبقى they بتاخد are والفعل في ال ing يبقى they are watching. she not play online games at the moment برضو دلت على المضارع المستمر، بس هنا عايز نفي. she بتاخد is ومن فيها تبقى isn't يبقى isn't playing. listen و look و be careful و watch out كلها حاجات بتدل على مضارع مستمر. the kids sing تبقى ايه؟ are singing. طب ليه are يا مستر؟ عشان kids جمع. we plan our project about digital trends for next week. ده حاجة مترتب لها يبقى we are planning. احنا بنخطط. why does she doing أو الدور activities right now برضه دالت على مضارع مستمر، يبقى why does she doing ولا why is she doing؟ لأن she بتاخد is تبقى why is she doing والفعل في ال ing doing. نحل سؤال الديالوج. عادل is talking to his friend كريم about different generation alpha and z. عادل بيكلم كريم عن الايه؟ الاجيال المختلفه اللي هو جيل زد او ذي وجيل الفا. قال له عادل what are you reading about؟ انت بتقرا عن ايه يا عادل؟ فعادل رد عليه قال له oh interesting. قام سأله سؤال رد عليه قال له they both use technology every day and like watch short videos. هما بيستخدموا التكنولوجيا كل يوم وبيحبوا يشاهدوا الفيديوهات القصيرة. Do they use technology to learn؟ هل بيستخدموا التكنولوجيا عشان يتعلموا؟ رد عليه they use it to learn and connect with others. هما بيستخدموها علشان يتعلموا ويترابطوا أو يتصلوا مع الآخرين. That's great. ده رائع. قام سأله سؤال قال له yes I think technology helps them to understand each other. قال له أنا بعتقد إن التكنولوجيا بتساعدهم إن هما يفهموا بعض أكتر. رد عليه قال له technology is a bridge between generations. التكنولوجيا جسر بين الأجيال. طيب بعد ما قرينا الدايلوج يا شباب تعالوا كده نبدأ نحل. هلو عادل وات ار يو ريدنج اباوت؟ يبقى كده كان بيقرا عن ايه عادل؟ كان بيقرا دلوقتي عن جنريشن الفا وجنريشن زي. يبقى كده هستخدم البريزنت ايه كونتينوس، هستخدم المضارع مستمر. هيقول له I am reading about Gen Z and Alpha. انا بقرا عن جين زي وجين ايه الفا. او انترستنج فساله سؤال قال له they both use technology every day. فممكن يساله يقول له ايه what do they use؟ هما بيستخدموا ايه؟ استخدمت do علشان الفاعل they. ده كده سؤال في زمن ايه؟ في زمن المضارع البسيط. تمام؟ do بعد كده subject وبعد كده الفعل فين؟ في الانفينيتيف. They both use technology every day and like watching short video. Do they use technology to learn؟ هيقول له yes they do.
That's great. فسأله سؤال قال له yes I think technology helps them understand each other. فيقول له ايه do you think هو انت تعتقد ان التكنولوجيا بتساعدهم؟ do you think technology helps ولا help؟ لا help يا مستر. ليه؟ علشان do وبعد كده think وبعد كده بجيب الفعل فين في المصدر. do you think technology help them؟ هيقول له I think technology helps them understand each other. هيقول له حاجه فيقول له technology is a bridge between generations. فيقول له sure. بالطبع او بالتاكيد technology is a bridge between generation. التكنولوجيا جسر بين الاجيال. هنا بقى بيقول لك اكتب باراجراف عن similarities. يعني ايه similarities؟ تشابهات بين جنريشن الفا وجنريشن زي. فنقدر نكتب نقول ايه مثلا؟ عايز اقول لك ان جنريشن زي وجنريشن الفا عندهم حاجات مشتركه زي ما قلناها كل شويه. يبقى هنقول جن زي and alpha have things in common. يعني لديهم حاجات مشتركة. نقطة. اقدر اقول ايه تاني؟ زي ما قلنا في الدايلوج من شوية ان الاتنين بيستخدموا التكنولوجيا علشان مثلا يتعلموا. they use technology to learn. ايه تاني؟ عايز اقول لك ان الاتنين او الجيلين بيستخدموا او بيتواصلوا او بيتصلوا بيرتبطوا مع اصحابهم اونلاين. they connect. نستخدم بقى الكلمات اللي احنا قريناها وخدناها وحفظناها. they connect with their friends online. اقدر اقول ايه تاني يا مستر؟ اكتب جمله ايه تاني؟ اقدر اقول مثلا ان هما بيعيشوا في عالم رقمي. يبقى اقول لك they live in a digital world. نقطة. اقدر اكتب ايه تاني يا مستر؟ قول معايا. اقدر اقول لك they can't live without social media. هما ما يقدروش يعيشوا بدون السوشيال ميديا. فول ستوب. نكتب جملة كمان، نكتب سؤال بقى اقول له ايه؟ What do you think of Gen Alpha and Gen Z؟ ايه رأيك في جنريشن الفا وجنريشن زي؟ What؟ سؤال بقى. Do you think of Gen Z and Gen Alpha؟ احط ايه في الاخر بما ان ده سؤال؟ احط question mark. تمام كده؟ تمام. نحل بقى على lesson 5 و 6 معايا. هنجيب صفحة او بيج رقم، هقول لك حالا. بيج رقم 43 تمام كده، ونشوف اول سؤال معانا عن الفوكاب. What is your note on this topic? I think it's very important and useful. عايز اقول لك هو انت ايه رأيك عن الموضوع ده؟ انا شايف ان هو مهم جدا ومفيد. يبقى رأي يعني ايه؟ رأي يعني opinion. رقم B advice نصيحة. balance توازن. وhabit يعني عادة. It's good to have a healthy نقط between studying and playing. عايز اقول لك ان انت لازم يكون عندك توازن صحي بين المذاكرة وبين اللعب. توازن يعني ايه؟ بالانس. لكن اب يعني تطبيق. problems مشاكل. وترندز يعني ترندات. he cannot stress very well. عايز اقول لك ان هو بيعرف ايه؟ يهندل كده الاستريس، او بيعرف ايه؟ يتغلب عليه، او ايه؟ يظبط الدنيا يعني. يبقى ايه؟ هاندل. رقم بي agree يوافق. support يدعم او يساند. protect يعني يحمي. she felt نقط when her friends didn't invite her to the party. لما اصحابها ما دعاهاش الى الحفله
حست بايه بقى؟ حست ليفت اوت، حست ان هي كده ايه منعزله، ان محدش ايه طايقها. accepted يعني موافق، involved يعني مشارك، وincluded يعني متضمن. سمارت فونز can be not when you use them too much. لما تستخدم التليفونات كتير too much يبقى كده تعتبر ايه؟ هتعتبر unhealthy غير صحيه. useful مفيده، وhelpful يعني مفيده برضو، وhealthy يعني صحيه. I think using not and memes can be funnier than words in chatting. لما تستخدم الميمز وايه يعتبر ايه اكتر مرح من ان انت تكتب كلمات عاديه. يبقى memes and emojis رقم A. We should put the phone away. نسيب التليفون ايه بعيد اثناء لما بنكون ناكل during meals. My father gave me good note about how to make my study easier. بابا اداني نصيحة ازاي اذاكر كويس او المذاكرة بتاعتي تكون سهلة. يبقى advice يعني نصيحة، tool أداة، interview يعني مقابلة عمل، وديفايس يعني جهاز مش هينفعه. Parents can not what their children watch online. عايز اقول لك ان الاباء يقدروا ان هم يتحكموا في الحاجات اللي اطفالهم بيشاهدوها على التليفون او اونلاين. ويست يضيع، نجلكت يهمل، وفورجيت ينسى، وايه كنترول يعني يتحكم او يسيطر. She not disagreed with her friends online. She is very respectful. عايز اقول لك ان هي بطريقه يعني بطريقه ان هي ما عرفتش تتقبل او يعني تكون قابله نفس الحاجات بتاعت صحابها اونلاين. She is very respectful. هي محترمه جدا. يبقى ايه؟ she rudely يعني بوقاحه، ولا respectfully يعني باحترام، ولا impolitely بوقاحه برضو، ولا angrily يعني بغضب؟ لا مش angrily، هو بيقول لك هنا respectful يعني محترمه. يبقى مش هتعمل الحاجات دي لا بغضب ولا برودلي يعني بوقاحه، ولا impolitely بوقاحه برضو. امال هتعملها بايه؟ respectfully يعني باحترام. هي باحترام ما توافقتش او ما وافقتش او عرضت ايه زملائها على الانترنت او اونلاين. be not when you use the internet. عايز اقول لك خليك حريص لما تستخدم الانترنت. يبقى be ايه؟ careful. مش thoughtless ولا lazy كسول ولا careless مهمل. the not news about AI is very exciting. it will be very helpful. عايز اقول لك الاخبار عن الاي اي او الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي اكسايتنج. عايز اشرح حاجه بسيطه كده. ايه الفرق ما بين اكسايتنج اللي اخرها اي ان جي واكسايتد اللي اخرها اي دي؟ قال لك يا مستر الحاجه اللي بتسبب الشعور بنحط لها اي ان جي. يعني مثلا انا رحت اتفرجت على فيلم والفيلم كان حلو قوي، فسبب لي ان انا اكون ايه سعيد كده ومتحمس وحاسس بالاثاره. يبقى الفيلم ده يعتبر ايه؟ يعتبر اكسايتنج، احط له اي ان جي عشان هو المسبب. لكن انا حسيت بايه بقى؟ انا كنت اكسايتد، يبقى ده شعور، فحط اي دي. يبقى الصفه لما احط لها اي دي يبقى انا اللي بشعر، لكن لما احط اي ان جي يبقى الحاجه اللي بتسبب لي، الحاجه المسببه للشعور ده. تمام كده؟ تمام. فنبدا نحل بقى. it will be very helpful. يبقى the not news the ancient ولا old؟ ancient و old نفس الحاجه يعني قديم. ولا latest news؟ latest news يعني ايه؟ الاخبار الحديثه او احدث الاخبار. it's not healthy يعني unhealthy يعني غير صحي. to know at online trends all the time ان انت تتبع الترندات اللي موجوده على الاونلاين. يبقى ايه؟ follow يعني يتبع. walk يمشي، spend يقضي، ودرو يعني يرسم. نقط my opinion عايز اقول في رايي، اسمها ايه بقى؟ in my opinion. اسمها ايه؟ in my opinion يعني ايه؟ في رايي. تمام كده؟ تمام. حلينا 14 سؤال عن الفوكاب او على اللي هو الكلمات. ننزل نجيب الاكسرسايز. صفحه كام؟ صفحه 47، صفحه 47، ونبدا نحل الاكسرسايز بتاع ليسون 5 و6 اللي هو اخر ليسونين عن يونت 1. أول سؤال بيقول it's important to find a نقط between using technology and reading books. لازم تكون عامل توازن بين إن أنت تستخدم التكنولوجيا وبين إن أنت تقرأ الكتب. يعني إيه توازن؟ بالانس. يبقى رقم سي. habit يعني عادة، trend اللي هو الترند، وبلوج يعني مدونة. بلوج يعني إيه؟ مدونة. طيب too much نقط can be unhealthy. إيه اللي يعتبر كتير؟ يعتبر unhealthy. So you should also do things like sports. لازم تمارس الرياضة. يبقى too much ايه؟ too much screen time ان انت تقعد على التليفون كتير. research بحث، advice نصيحة، وinformation يعني معلومات.
You should use technology to know out your ideas in a creative way. لازم ان انت تستخدم السوشيال ميديا علشان تعبر عن افكارك بطريقه كرييتيف، بطريقه ممتعه. يبقى رقم بي هي اكسبريس يعني يعبر. سبند دي مش هتنفع. ليميت يحد او يقلل، وكنترول يعني يسيطر او يتحكم. A note is an online journal where a person writes regularly about a topic. ايه الحاجه اللي تعتبر بتبقى عامله زي الجورنال كده او اليوميات الشخصيه، والشخص بيكتب عليها دايما؟ اسمها ايه؟ البلوج. اسمها ايه؟ بلوج يعني مدونه. I know at my grandma next Monday ده يعتبر ايه؟ ترتيب، كل حاجه مترتبه. وما دام كل حاجه مترتبه يا مستر يبقى ده ايه؟ يبقى ده زمن المضارع المستمر. اي بتاخد am زائد الفعل في الاي ان جي، يبقى I am visiting. نقط نادين sharing some funny pictures at the moment. كلمه at the moment اهي، وده سؤال. ونادين دي اسم مفرد والفعل في الاي ان جي. الاسم المفرد او هي وشي وات في المضارع المستمر بياخد ايه؟ am ولا is ولا ار؟ ايوه بياخد is، يبقى رقم ايه. السؤال اللي بعده complete screen time يعني وقتك على الشاشه او على التليفون. digital habits يعني عادات رقميه. express يعني يعبر. offline يعني offline او غير متصل. balance يعني توازن. today's teens needs to have digital habits. لازم الشباب دلوقتي يكون عندهم عادات رقميه. it's important to find a نقط between online and not activities. لازم يكون في balance، يبقى رقم 1 هتبقى balance. between online بين الاونلاين وايه؟ والاوفلاين. بين الانشطه الاونلاين وبين الانشطه الاوفلاين. you should limit your لازم تقلل وقت ايه؟ الشاشه، يبقى سكرين ايه؟ طيب. and also do things like playing sports وان انت تمارس رياضه or meeting friends وان انت تقابل اصحابك. you can use technology to know out yourself. ممكن تستخدم التكنولوجيا ان انت تعبر عن نفسك، يبقى ايه؟ express yourself. يبقى نمبر 4 هتبقى express. كده digital habits ما خدناش. سؤال القطعة: كريم is a 4-year old student who is learning how to balance his life with technology. كريم عنده 14 سنة وطالب وبيحاول ان هو يتعلم ازاي يعمل بالانس او توازن بين حياته والتكنولوجيا. He uses his smartphone for about 4 hours a day for homework and chatting with friends. بيستخدم التليفون بتاعه لمدة 4 ساعات في اليوم ان هو يشات مع اصحابه او يعمل الهومورك بتاعه اللي هو الواجب. however ولكن he always makes time for his hobbies. دايما بيخلي وقت او بيخصص وقت للهوبيز بتاعته. يعني ايه هوبيز؟ هوبيز يعني ايوه هوايات. he plays football with his friends in the club every Friday. كل يوم جمعة بيروح النادي مع اصحابه ويلعبوا ايه؟ يلعبوا كورة. in the club every Friday. كريم also writes a blog about his digital daily life and the importance of technology. بيكتب بلوج او مدونة عنده ان هو بيكتب عن اهمية التكنولوجيا وحياته الرقمية. in his blog في المدونة بتاعته دي he expresses his opinions about it and shares tips on how to enjoy technology safely. في المدونة بتاعته دايما بيعبر عن آراء عن ايه؟ عن التكنولوجيا، ودايما بيشارك نصايح ازاي ان انت تستمتع بالتكنولوجيا بطريقة آمنة. he feels that his blog is a great way to show his identity. بيشوف ان المدونة بتاعته دي طريقة كويسة ان هو يعبر عن الهوية بتاعته. كريم uses his smartphone for not hours. بيستخدمها لكام ساعة؟ 4 hours. يبقى أنهي واحدة؟ رقم بي. بيستخدم التليفون بتاعه لمدة 4 ساعات. The underlined pronoun it refers to it عايدة على مين؟ عايدة على إيه؟ على التكنولوجيا. لأن قال لك in his blog he expresses his opinions about it. يعني بيعبر عن الopinions أو الآراء بتاعته عن إيه؟ عن التكنولوجيا. what is the main idea of the text؟ ازاي او ايه هي الفكرة الرئيسية عن التكست؟ the main idea of the text اقول ايه مثلا؟ كريم's digital life يعني حياة كريم الايه؟ الرقمية. how does كريم balance his online life with outdoor activities؟ ازاي بيعمل ده وده؟
قال لك ايه؟ he uses his smartphone، بيستخدم التليفون بتاعه 4 ساعات بس. 4 hours. and does sports او activities، ان هو بيمارس الرياضه ايه، بيحاول يعمل activities offline. What does Karim use his blog for؟ كان بيستخدم البلوج بتاعته ليه؟ قال لك اهو he expresses his opinions in a great way to show his about it. يعني بيكسبرس his opinions او بيعبر عن الاراء بتاعته. يبقى to express his opinions. Do you think it's good to have a blog like Karim? Yes. فكرة كويسة ان انت يبقى عندك مدونة. ليه وليه لأ؟ علشان to express your opinions، عشان تعبر عن آراء. شوف الجرامر. she write a new blog post at the moment. at the moment يعني مضارع مستمر، يبقى she is writing. at present مضارع مستمر. they are using. I not chat online now. يبقى ايه؟ I'm not chatting. We plan an interview about digital habits next week. next week يعني ايه؟ يعني ترتيب. يبقى ايه؟ we are planning. نيجي لسؤال الديالوج. هدى and منى are talking about their digital lives balance. بيتكلموا عن البالانس في حياتهم الايه الرقميه. هاي منى what are you doing؟ ازيك يا منى، انت بتعملي ايه؟ فردت عليه reading a blog. what is it about؟ هي عن ايه؟ يبقى هي قالت لها ايه؟ I am reading a blog. يبقى انا بقرا ايه؟ مدونه. what is it about؟ هي بتعبر عن ايه او الموضوع بتاعها عن ايه؟ قالت لها that's interesting. فسالتها سؤال to balance my screen time I limit using my phone and doing sport. علشان اقلل الوقت اللي بقعد فيه على الشاشات، انا بقلل استخدامي للتليفون وبمارس الرياضه. فسالتها سؤال، قالت لها you can try putting your phone away during meals. it's a good start. لما تيجي في الوجبات حاولي تحطي التليفون بتاعك ايه بعيد وانت ايه بتاكلي. thanks for your great advice. فردت عليها تمام. يبقى reading a book what is it about؟ it is about، عايز اقول بقى ان هي ايه؟ عن تقليل وقت الشاشه. it is about limiting screen time. فقالت لها that's interesting. فسألتها سؤال to balance my screen time I limit using my phone and doing sport. يبقى هتقول لها انت بتعملي ايه؟ what do you do؟ ايه اللي انت بتعمليه to limit your screen time. فقالت لها to limit او to balance my screen time او what do you do to limit او balance. الاتنين صح. قالت لها to balance my screen time I limit using my phone and doing sports. فسألتها سؤال you can try putting your phone away during meals. فهتسألها تقول لها ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ what can I do to limit my screen time. ايه اللي اقدر اعمله عشان اقلل الوقت اللي بقعد فيه على الشاشه. فقالت لها you can try putting your phone away during meals. ان انت تحطي التليفون ايه بعيد وانت ايه بتاكلي. قالت لها thanks for your great advice. فممكن تقول لها ايه مثلا no problem او you are welcome. الاتنين صح.
وطبعًا هنا الباراجراف at Gen Alpha Teens Life نفس الكلام، الحياة الجين ألفا كانوا بيعملوا إيه، أو زي ما بنقولنا بقى إن هم كانوا بيستخدموا التكنولوجيا في الmemes يعني نفس الموضوع، الموضوع هو واحد، فاللي إحنا كتبناه فوق نقدر نكتبه هنا عادي خالص. إحنا كده حلينا كتاب المعاصر unit 1 كله يعتبر، ده تاني فيديو، وإن شاء الله مكملين معاكم لحد آخر الترم بإذن الله. أنا مستر أحمد عادل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله دايمًا أشوفكم في أحسن حال.